هاي سوليز، ويلكم باك ورجعت لكم فيديو جديد. بالكم النهارده بقى شويه افكار للاجازه، بجد انا بحبها قوي وبستنى الاجازه مخصوص عشان اعمل الحاجات دي. اولا بتبسطني، ثانيا بستفاد منها جدا وبحس ان انا فعلا في الاجازه انجزت حاجات كتيره ومفيده. فمش هطول عليكم، يلا نبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه هنبدا فيها وان احنا نتعلم لغه جديده. النهارده هنتكلم عن الانجليش عشان في كذا حد سالني عليه ازاي اتعلم انجليش في البيت وببلاش والحاجات دي كلها. فانا اقول لكم على كل الحاجات اللي انا بحب اعملها لو انتوا عايزين تتعلموا انجليش وفي نفس الوقت في البيت من غير ما تنزلوا كورس ولا اي حاجه. انا مقسمه لكم تذاكروا الانجليش ازاي عشان تكونوا ملمين بكل حاجه. اول حاجه معانا هي الكلمات. اقل حاجه في اليوم ان انتوا تتعلموا 4 كلمات جديده انجليش. لو حابين اكتر اتس اوكي. طيب انا لما اجيب ال4 كلمات دي اعمل فيهم ايه؟ اول حاجه احنا عايزين المعنى بتاعها. تاني حاجه الديفينيشن او التعريف بتاع الكلمه. بس لو انتوا عايزين تعرفوا الكلمه نفسها ما تعملوهاش بالعربي. يعني مثلا انا عندي اي كلمه هجيب الديفينيشن بتاعها بالانجلش واكتبه في الكراسه بتاعتي. خصصوا كراسه للكلمات بتاعت الانجلش. اكتبوا ال4 كلمات بتاعت النهارده مثلا واكتبوا معناها بالانجلش والديفينيشن بتاعها نفس الكلام بالانجلش. بعد كده احنا عايزين السينونيم والانتونيم بتاع الكلمه. تجيبوا للكلمه دي السينونيم بتاعها والانتونيم بتاعها، يعني المرادف والتضاد بتاعها. تاني حاجه ان انتوا تعملوا لكل كلمه سنتنس انتوا تكونوا عاملينها، يعني تحطوا الكلمه في سنتنس وتكتبوها برضو في الكراسه دي. يعني انا حتى مخصصه كراسه للانجليش، الكلمات اللي انا مش عارفاها انتوا كل فتره تبداوا انتوا تفتحوا الكراسه دي وتراجعوا الكلمات بتاعتكم. يعني انا مثلا النهارده اتعلمت 4 كلمات، بكره 4 كلمات، بعده 4 كلمات، ويوم الجمعه ده يكون يوم المراجعه. ابدا ان انا اراجع كل اللي انا كاتباه ده، اقراه بس. ولازم تخصصوا فعلا يوم في الاسبوع زي مثلا يوم الجمعه ده انتوا تقروا كل الكلمات اللي اتعلمتوها دي بالسنتنس بالسينونيم بالانتونيم بكل حاجه انتوا عاملينها. فاحنا كده اتكلمنا عن الكلمات. تاني حاجة نتكلم عن الليسننج، ودي من أهم الحاجات اللي انتوا ممكن تعملوها. لازم تسمعوا على الأقل من 15 ل 25 دقيقة زي ما تحبوا. طيب لو أنا عايزة أسمع أفتح قنوات ايه؟ ممكن عندكم قناة زي BBC English وقناة تانية اسمها TED. أنا برضه هحطلكوا كل القنوات اللي أنا أعرفها هنا عشان تبدأوا ان انتوا تسمعوا الانجليش فيها. طبعا انتوا هتحطوا السبتايتلز بتاعت الانجليش، يعني مثلا الفيديو انتوا مشغلينه هتحطوا السبتايتلز بس تبقى بالانجليش وتبداوا ان انتوا تسمعوا. بس حتى لو انتوا مش فاهمين حاجه افضلوا ان انتوا فاتحين كده واسمعوها. تسمعوا الفيديو على 3 مرات. اول حاجه تسمعوا الفيديو لوحده كده من غير اي حاجه. تاني حاجه هتستخدموا السبتايتلز. تالت حاجه هي الشادوينج، ان انتوا تتكلموا مع الفيديو. يعني مثلا الفيديو عمال يتكلم والسبتايتل تحت، تبداوا ان انتوا تتكلموا معاه في نفس الوقت. بجد الموضوع تستفادوا منه جدا جدا، بالذات ان الاكسنت هيكون من نيتيف سبيكرز، فهتستفادوا جدا جدا بجد. لو انا عايزه اعمل سبيكينج اعمل ايه؟ اقل حاجه خلوا السبيكينج من 25 دقيقه ل 30 دقيقه في اليوم. هتبداوا تدخلوا على تشات جي بي تي وتكتبوا له مثلا انت اكتب لي اي مواضيع عشوائيه. تاخدوا موضوع ان انتوا تبداوا تتكلموا فيه لمده 25 دقيقه. هتلاقوا نفسكم في حاجات مش عارفينها، في كلمات حاسين ان انتوا مش عارفين تقولوها، تبداوا تكتبوها بالعربي وتقولوا تشات جي بي تي ممكن تقولي الكلمات دي بالانجلش، وتتكلموا عن الموضوع تاني وتبداوا ان انتوا تكتبوا كلمات تاني وهكذا. بعد كده الريدنج، حاولوا ان انتوا تقروا بالانجلش كتير قوي قوي بصوت عالي. تبداوا ان انتوا تقروا برضو في اليوم لمدة ربع ساعة تلت ساعة بالكتير قوي. في ويب سايت زي Breaking News English، News in Levels، BBC Learning English Stories، او انتوا اشتروا روايات اي حاجة. طيب انا لما اقرا اعمل ايه؟ اول حاجة ادور على المين ايديا بتاعت الرواية، اجمع 5 كلمات جديدة واعمل 3 expressions، وبعد كده اعمل summary للحاجات اللي انا قريتها دي. فدي يعني خريطة سهلة قوي لو انتوا عايزين تلموا الانجليش كده في الاجازة في الشهرين دول، او تكملوا عامة في وقتكم دي كده. ان انتوا حوالي ساعة بتتعلموا لمدة ساعة انجليش في البيت، بجد لذيذة قوي وهتفيدكم في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. لو مشيتوا عليها لمدة مثلا 6 شهور فبجد مستواكم هيتحسن جدا جدا في الانجليش. بعد كده هتكلم عن قرايه الكتب، واي ثينك ان دي من احلى الحاجات اللي انا بقيت احب اعملها قوي في الاجازه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا ما كنتش بقرا كتب خالص، وكان بالنسبه لي دي حاجه ممله، بس بجد الموضوع لذيذ موت لدرجه ان الواحد فعلا حاسه ان هو بيضيع وقته على التليفون كتير قوي، وفي فعلا حاجات كتير قوي ممكن يعملها. اول حاجه هاتوا روايات بالانجلش بالعربي اللي انتوا بتحبوه. انا لسه شاريه دول جداد. دي بقراها دلوقتي ودي سايباها بصراحه دلوقتي، حاسه انا بجد ان هي حلوه، بس لما اخلص دي الاول هبقى اقرا دي. بجد الموضوع لذيذ قوي. اولا اكيد اكيد بيكون في كلمات انا معرفهاش بالانجلش. يعني بصوا دي اول صفحه حرفيا
معايا كلمات كتير قوي انا معرفهاش، فبدات ان انا اعلم عليها، وفي نفس الوقت بتبسط بحاجه انا بحبها. الروايه دي لذيذه قوي برضو، انا لسه في الاول فيها خالص، فلو عجبتني برضو هقول لكم عليها. ودي برضو انا جبتها. حاولوا ان انتوا تجيبوا لنفسكم اي روايات او اي كتب تستفادوا منها، لان بجد يا جماعه الموضوع لذيذ قوي. يعني القرايه دي من الحاجات اللي فعلا حلوه قوي ان انتوا تعملوها في الاجازه. اولا بتستفادوا لو هي لغه غير اللغه بتاعتكم زي الانجليش، جيرمان، فرنش، بجد الموضوع هيكون لذيذ جدا. او تقروا كتب بالعربي زي مثلا ازاي تتعاملوا مع الناس، ازاي تحبوا نفسكم، الثقه بالنفس، الحاجات دي كلها. بجد في كتب كتير قوي قوي قوي، وانا ان شاء الله برضو هبقى اعمل لكم فيديو عن كل الكتب اللي انا قريتها وايه الكتب اللي انتوا ممكن تجيبوها. بس فعلا اكتر حاجه انصحكم ان انتوا تعملوها ان انتوا تجيبوا روايات او كتب عامه وتقروا على الاقل واحد بس في الاجازه. بعد كده من الحاجات برضو اللي انا بحبها جدا وبحس ان انا رجعت لطفولتي تاني، وهي ان انا الون. بجد الموضوع تحفة. بحس ان انا كل دماغي بتكون مركزة على التلوين ومفيش اي مشتتات جنبي، فبحس بجد ان انا مبسوطة. بصوا شكلها حلو قوي، انا لونت دي. وفي واحدة برضو كنت بلونها من فترة، استنوا اهي، بصوا، بس لسه ما كملتهاش، هخلص الفيديو ده وابقى اكملها. فبجد الموضوع لذيذ قوي، بتفضلوا ان انتم مركزين بس على التلوين وبتسيبوا التليفون ده بعيد خالص بجد. ارجوك سيبوا التليفون بعيد خالص في الاجازه، لان بحس ان انتوا بتفضلوا تقلبوا وتتفرجوا على حياه الناس وتحسوا ان انتوا متاخرين وتحسوا ان انتوا بتعملوش اي حاجه مفيده في حياتكم. بس بالعكس، انتوا لو قفلتوا التليفون ده هتلاقوا ان في حاجات كتيره قوي ان ممكن تعملوها وتتبسطوا كمان في يومكم، واليوم يكون كده مليان بحاجات مفيده. فتالت حاجه ارشحها لكم ان انتوا تلونوا، بجد هتحبوا الموضوع جدا. وحاولوا ان انتوا تخلصوا على الاقل حتى كراسه في الاجازه، اعملوا اي حاجه. بعد كده من الحاجات بجد اللي انا بحب اعملها قوي في الاجازه وان انا اخرج لوحدي. يعني بجد اول مره خرجت لوحدي بجد كنت متوتره جدا وحاسه ان كل الناس بتبص لي وحاسه مش عارفه اتعامل وحاسه ان انا مش عارفه. بس مع الوقت بدات ان انا انزل مع نفسي كتير جدا يا جماعه، وبجد الموضوع حلو قوي. اولا ممكن تقعدوا مع نفسكم في اي حته، تاخدوا الكراسه بتاعتكم وتبداوا ان انتوا تكتبوا كل حاجه انتوا عايزين تعملوها الفتره الجايه. يعني انا مثلا مخصصه كراسه ليا محتاجه اعمل ايه الفتره الجايه، عايزه انزل مثلا فيديوهات ايه الفتره الجايه، عايزه اتعلم ايه الفتره الجايه، ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها. فلازم بجد تخصصوا اقل حاجه يوم او تخصصوا يوم في الاسبوع لنفسكم او تقعدوا مع نفسكم. عامه بجد الموضوع حلو قوي يا جماعه، بتفهموا نفسكم وبتشوفوا فعلا انتوا محتاجين تعملوا ايه. تجيبوا حاجه بقى تشربوها، تاكلوا حاجه، تعملوا اي حاجه. ممكن بقى تروحوا مثلا تلونوا، تقروا كتاب، تكتبوا حاجه مثلا، تتفرجوا على مسلسل، تعملوا اي حاجه. المهم ان انتوا لازم تخصصوا وقت لنفسكم. بجد يا جماعه تحبوا الموضوع جدا. وحتى لو انتوا بتتوتروا ان انتوا تنزلوا وتقابلوا ناس جديده او كده، حاولوا ان انتوا تنزلوا كتير قوي قوي قوي، هتتعودوا وهتحبوا الموضوع جدا جدا. وانا برضو الفتره الجايه هبقى انزل واعمل لكم فلوجز وانا بخرج لوحدي، بشتري حاجات لوحدي، بقعد لوحدي، اتس اوكي. على الاقل ان احنا نشجع بعض ان احنا ننزل لوحدنا عادي خالص. بعد كده ان احنا نتعلم هواية جديدة، اي هواية انتوا بتحبوها او حاسين انتوا عايزين تتعلموها اتعلموها. يعني مثلا عايزين تتعلموا الرسم، في بجد على اليوتيوب حاجات كتيرة قوي ممكن تتعلموا منها. عايزين تتعلموا مثلا تعملوا editing لاي فيديوز، لو انتوا عايزين تصوروا برضو فيديوهات وكده اتس اوكي اتعلموا. ولو حابين برضو انزل لكم فيديو ازاي بدات السوشيال ميديا فاقول لكم، لاني بقالي 6 سنين فحاسه ان انا يعني عندي خبره وكده فهكلمكم يعني. المهم انتوا ممكن تتعلموا editing رسم، ممكن تتعلموا بجد الماركتينج، ميديا باينج، الحاجات دي كلها. اتعلموا اي سكيل في الاجازه، حتى ادخلوا الشات جي بي تي قولوا له مثلا انا بحب كذا 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 كذا، اتعلم ايه، هيجيب لكم افكار كتيره قوي ممكن تتعلموها. وتبداوا ان انتوا تدخلوا على اليوتيوب هتلاقوا بجد في كورسز كتيره قوي فور فري ممكن تدخلوا وتتعلموا دي. على الاقل قبل ما تخلص الاجازه اتعلموا حتى سكيل واحده بس. بعد كده ان احنا نعمل فيجن بورد في الاجازه. اي ثينك ان دي من احلى الحاجات اللي انا عملتها في حياتي بجد. يعني يا جماعه بجد الفيجن بورد دي من ألذ الحاجات اللي ممكن تعملوها. اول حاجه يا جماعه هي بتبقى قدامكم كده، فانتوا خلاص انتوا محددين الاهداف اللي انتوا عايزين تحققوها. يعني عايزه اقول لكم ان انا بجد السنه دي كنت معلقه حاجات كتيره قوي، انا حرفيا الحمد لله نصهم اتحققوا. ليه؟ لان انتوا حاطين الاهداف بتاعتكم قدامكم، فتبداوا ان انتوا تفكروا فيها، فتبداوا ان انتوا عايزين تحققوها اسرع وقت قبل ما السنه تخلص. فبجد لازم اقل حاجه ان انتوا تعملوا فيجن بورد، بس تكون فيجن بورد يعني ايه، معقوله وعلى قد امكانياتكم. يعني انا عن نفسي مقسمه الفيجن بورد لجزئين. جزء سهل جدا ممكن انا اخلصه بس عايز اراده، زي مثلا انا اروح جيم، اشرب ميه كتير قوي، اكل اكل هيلثي، الحاجات دي كلها فده سهل، ده بس عايز اراده. وفي حاجات تانية زي مثلا ايه،
يعني حاجات مثلا تكونوا عايزين تشتروها مثلا غالية، عايزين تسافروا في حتة مثلا، بتكون اكتر شوية وعايزة ارادة بقى قوية، ودي عادي ممكن تحققوها، مفيش حاجة مستحيلة. فدي برضو بتكونوا حاطينها، واتس اوكي لو ما اتعملتش، اتس اوكي خالص، حطوها في الفيجن بورد بتاعت السنة اللي بعديها. يعني انا في 2025 كنت حاطة حاجة ما اتحققتش، وفي حاجات اتحققت فيها، في 2026 حطيتها تاني والحمد لله اتحققت. فعادي خالص، هي بس محتاج إرادة. انتوا بس قسموها لنصين، هاتوا طبعا النوت بوك بتاعكم وابدأوا اكتبوا انا محتاج ايه الحاجات اللي انا عايزاها، عايزة اوصل لايه. فابدأوا ان انتوا تكتبوها، تدخلوا على بنترست وتبدأوا ان انتوا تجيبوا الكلام ده بس على شكل صور، تجيبوا الصور دي وتطبعوها وتحطوها في بورد كبيرة وتعلقوها في الأوضة بتاعتكم أو في أي حتة انتوا بتقعدوا فيها كتير. بجد الموضوع لذيذ قوي، وانا بقول لكم شخصيا في حاجات كتيره قوي حققتها بسبب الفيجن بورد. بعد كده ان احنا نعمل اي حاجه هاند ميد، وانا بقى صاحبه الحاجات دي لاني طول عمري بنزل لكم فيديوز عن الهاند ميد وكده. انا بجد بحب الحاجات دي قوي، لاني من وانا صغيره طول عمري بشترك في الحضانه او المدرسه في الحاجات دي. يعني اي حاجه فيها رسم، اي حاجه فيها هاند ميد، لازم اشترك في اي مسابقه في اي حاجه. طول عمري بحبهم وكنت بروح كورسات وكده، فانا بجد بعشق الحاجات دي. ومن الحاجات فعلا ان انا لما اكون متضايقه من حاجه بدخل اعملها، وايدي تكون ملهيه بحاجه فعلا انا بحبها كده، وفي الاخر ابص عليها تكون معموله بايدي. بجد يا جماعه بحبها قوي. يعني انا عملت معاكم قبل كده المرايه، عملت اشكال بعجينه السيراميك. الاوضه بتاعتي بحب اغير شكلها كل فتره، فانتوا برضو حاولوا ان انتوا تعملوا اي حاجه هاند ميد، غيروا شكل الاوضه بتاعتكم، اطبعوا شويه صور وحطوا شجر كده وزينوها. اعملوا اي حاجه بعجينه السيراميك، بجد تحفه وسهله جدا على فكره. ادخلوا على اليوتيوب برضو هتلاقوا في ناس كتير قوي بتعلمها من الصفر. ممكن برضو تجيبوا الصلصال الفوم ده وتعملوه كده على المرايه، انا عملته قبل كده كان شكله حلو جدا. فانتوا حاولوا ان انتوا تعملوا اي حاجه هاند ميد في الاجازه، هتتبسطوا بيها قوي. ولما تلاقوا كده حاجه قدامكم انتوا اللي عاملينها بايديكم، بجد يا جماعه تتبسطوا كده، تكونوا عايزين توريها لكل الناس. برضو في الاجازه حاولوا ان انتوا تخصصوا وقت لتنظيف كل حاجه في حياتكم. يعني مثلا التليفون امسحوا كل الصور اللي انتوا مش محتاجينها، كل الفيديوز اللي انتوا مش محتاجينها. حاولوا برضو ان انتوا تمسحوا كل الناس اللي على السوشيال ميديا اللي بتديكم نيجاتيف انرجي، ويكون عندكم ناس فعلا بتفيدكم في حاجات كتيرة. يعني مثلا ناس تديكم شغف للحياة، ناس بتحب المذاكرة، ناس بتعلمكم حاجات جديدة. بجد هتفرق قوي قوي لما تمسحوا فعلا الناس اللي هي مش بتفيدكم بحاجة، او تعملوا فولو الناس بجد بيفيدوكم في حياتكم عامة. فحاولوا ان انتوا تصفوا تليفونكم من كل حاجه. نفس الكلام الاوضه بتاعتكم حاولوا ان انتوا توضبوها، تشوفوا لو في لبس مثلا انتوا مش محتاجينه، مثلا دخلتوا لقيتوا على المكتب في ورق ملهوش اي 30 لازمه، في قلمه مثلا خلصانه، كتب بقى مش عايزينها، ورق مش عايزينه، مثلا قلمه مش عايزينها. كل الحاجات دي حاولوا ان انتوا تشيلوها وتخصصوا فعلا وقت للتنظيف ده. بجد هتتبسطوا قوي، تحسوا فعلا انتوا شلتوا حاجات كتيره قوي ملهاش اي 30 لازمه. بعد كده ان احنا ننزل ورك شوب، ودي بتكون بيج او اي بيج عندكم مثلا في المحافظه بتاعتكم او البلد بتاعتكم، بينزلوا مثلا في مكان معين ويعملوا ورك شوب كده مع ناس جديده. اي ثينك الموضوع ده لذيذ قوي. اولا لو انتوا حابين تنزلوا مع نفسكم بتتعرفوا على ناس جديده، بتعملوا حاجه جديده. يعني انا قبل كده نزلت ورك شوب، عملت المرايه رسمت عليها قبل كده، وعملت برضو الفازه دي، ولا مش عارفه كانت كوبايه تقريبا، رسمت عليها. ونزلت برضو قبل كده عملت الجراب بتاع تليفوني. اولا الموضوع لذيذ قوي ان انتوا بتتعرفوا على ناس جديده، وفي نفس الوقت بتعملوا حاجه جديده انتوا ما جربتوهاش قبل كده. بجد حلو قوي قوي. وفي نفس الوقت تعملوا اي حاجه هاند ميد. بعد كده ان احنا نحاول نقلل الاغاني ونسمع بدلها بودكاست. بجد بحس ان دي من احسن الحاجات اللي انا بحب اعملها قوي في الاجازه. اولا البودكاست بيكون مثلا ساعه او ساعتين، فمثلا وانتوا بتوضبوا الاوضه بتاعتكم، نازلين مشوار، مثلا رايحين في حته بعيده، فتبداوا ان انتوا تسمعوا اي بودكاست تنزلوه على التليفون. بجد حلو قوي، بتستفادوا مثلا لو انتوا عايزين تستفادوا دينيا، او عايزين تستفادوا في اي حاجه في الثقه بالنفس او التعامل مع الناس، تحبوا الصلاه ازاي مثلا، تحبوا ان انتوا تتعاملوا مع ناس جديده. كل ده بجد هم بيتكلموا عن حاجات كتيره قوي مختلفه. فانا بجد انصحكم ان انتوا في الاجازه لازم تسمعوا اي بودكاست، هتحبوا الموضوع جدا. يعني انا مثلا قبل ما اتحجب كنت عايزه ان انا اسمع اكتر عن الحجاب وافهمه قبل ما اتحجب فعلا، فبدات ان انا اسمع بودكاست عن الحجاب، بودكاست تاني عن ليه نلبس الحجاب، لحد ما الموضوع خلاص دخل في دماغي واقتنعت واتحجبت فعلا. فبرضو انتوا ادخلوا واسمعوا عن الحاجه اللي انتوا محتاجينها، بجد هتفيدكم جدا جدا. ولو عايزيني ان انا ارشح لكم على اكتر
بودكاست انا استفدت منها وفعلا حلوة قوي هقول لكم برضه. وكمان برضو ان احنا نلعب اي رياضة او اي رياضة جديدة. يعني مثلا حاولوا ان انتوا تروحوا جيم، حاولوا ان انتوا تنزلوا الصبح وتجري. يعني انا بجد رحت ماراثون قبل كده ونزلت وتعرفت على ناس جديدة وبجد اتبسطت قوي. يعني نزلت على الساعة 6 الصبح كده، الجو كان جميل وبجد كان الموضوع تحفة. فحاولوا ان انتوا تلعبوا اي رياضة، تروحوا جيم، تجروا، تلعبوا اي حاجة. المهم ان انتوا تحركوا جسمكم في الاجازة، لان دي من اهم الحاجات اللي فعلا ممكن تعملوها. حتى لو انتوا مش عارفين تنزلوا جيم او تنزلوا اي رياضة، حاولوا ان انتوا تقعدوا عادي في البيت، تشغلوا التليفون او التاب، التلفزيون، اي حاجة، وتبداوا ان انتوا تشغلوا رياضة من على اليوتيوب عادي. في بجد حاجات كتيرة قوي ممكن تعملوها. وفي برضو اليوجا، انا بحب قوي ان انا اعمل يوجا في البيت، هتلاقوها برضو على اليوتيوب، او اي تمارين تانية هتلاقوا بجد حاجات كتيرة قوي لو انتوا مش حابين تنزلوا في حتة. كده ده هيكون الفيديو بتاع النهارده. عايزاكم بقى تعملوا كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، وبجد هتحسوا بفرق كبير جدا في الاجازه وفعلا هتتبسطوا. هشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.